حينما تشتعل السماء في معارك خاطفة، وثأر لم يمت. لرجال رفضوا الهزيمة. ودافعوا عن وطن، وأثبتوا بالنار والدم أنه ما زال حيا. أجنحة الغضب. خيرة طياريها أطلق عليه السرب 101 قتال. كلف هذا السرب بكافة أعمال القتال الخاصة وليست الروتينية، سواء في الجبهة المصرية أو السورية. فعندما تريد القيادة الإسرائيلية القيام بمعارك مدبرة لأهداف معنوية أو إرسال رسائل سياسية للعرب، تقوم بدفع طياري هذا السرب إلى منطقة القتال وتترك لهم التخطيط والتنفيذ لهذه المعركة الجوية، وكانت معظم معاركهم ناجحة جدا. عاوز يضرب مواقع المدفعية، عاوز يضرب قواتنا يصيبها بالإحباط اللي متمركزة غرب القناة، عاوز يضرب كتائب الصواريخ أثناء إنشائها. كل ما تيجي تبني محطة صواريخ أو كتيبة صواريخ يجي يضربها لك. فيعمل إيه؟ يطلع المقاتلات القاسية بتاعته تحت حماية المقاتلات، يضرب بتطلع. والعدد ما اقدرش اقول ان احنا كنا ميزان القوه ما كانش صالح قوي في الوقت ده، انما هم المجموعه اللي كانت موجوده في هذا التوقيت سواء نهاري او لواء النهاري ولواء الليلي هم دول القائمين بالدفاع الجوي عن سماء مصر. اسرائيل كانت بتعمل ايه؟ اسرائيل كانت بتعد وبتجهز وبتخطط لمعركه واشتباك مدبر، الغرض منه ان هو يكسرك ويوريك قد ايه هو مستعد، وانك انت مهما استعديت لا قبل لك بيه. ازاي؟ كان بيطلع اعداد من الطيارات في اتجاهات بعيدة جدا عن مداياتك وعن اماكن تمركزات الاسراب المقاتلة بتاعتك، ويبتدي يعمل لك اختراقات. فبتكون نتيجة انك انت لما تفكر في انك انت في رد فعل مناسب للعمل الخطير اللي هو عمله، بتطلع اي طيار باي اعداد باللي موجود على الارض. فبالتالي بتطلع ناس غير مؤهلة او غير معدة لهذا الموقف، وبتكون نتيجته في صالح اسرائيل 100%. كان الطيار الإسرائيلي يستخدم آخر ما توصل إليه العلم في ذلك الوقت من أجهزة الحاسبات الآلية، ولديه الرادارات التي تكشف حتى القاهرة. فكان يخطط في دقيقة لاشتباك يحتاجه طليبة إلى أسبوع كامل للتخطيط له. ففارق الإمكانيات رهيب بكل معاني الكلمة. طلعت من قوة السربين اللي عندي ما فيش غيرهم، ورحت واخد 4 طيارات ومطلعهم لمطار المنصورة، و4 طيارات نزلتهم تحت عند السويس القطامية، مطار القطامية. دول خليتهم يبقوا على خط استعداد، على اعتبار ان لو اي حاجة جت من الجنوب، لان هم كانت شغلتهم ان هم يجرونا الى يا منطقة الشمال يا منطقة عند المنصورة يا منطقة الجنوب. ليس هناك أمل للمصريين في اللحاق بركب التطور قريبا، فالطيران الإسرائيلي يرصد المظلات الجوية المصرية بكل وضوح، ويعرف مدة بقاء الطائرة في الجو طبقا لحساب الوقود والسرعة.
ويعرف تماما ما هو الوقت المناسب الذي يستطيع فيه أن يهاجم الطائرات المصرية في أضعف وقت. فيكون الطيار المصري أمامه مشكلتان، وهي قلة الوقود وصواريخ العدو، فيكون الاشتباك مستحيلا وتكون الهزيمة محققة. لذلك تهاوت الطائرات المصرية بكثرة بسبب هذا التكتيك الناجح. وأسقط في يد طليبة، فقرر أن يقوم بمعركة مدبرة للطيران الإسرائيلي مستخدما نفس أسلوبهم في الكمائن، وهنا تحولت الفريسة إلى صياد. اختار طليبة أفضل طياريه في اللواء الجوي. مرة أخرى يظهر فوزي سلامة في الصورة، فهو أصلح من ينفذ التعليمات بكل دقة، هو أصلح من يقود هذا الكمين. انكب الاثنان على وضع تصور لعمل كمين لطائرات العدو، لكن كيف يمكن اصطياد طائرات العدو وهي تكشف براداراتها كل الجبهة؟ كيف يمكن اصطياد الصياد؟ منطقة الإسماعيلية فيها حاجات إنشاءات وحاجات بتاعت عمليات، وكانوا بيحاولوا يصوروها يومي. كانت العملية دي يعني الكويس إن الفرصة اللي جات لنا دي كانت يوم بتتعمل هذه العملية. فجيت أنا فكرت الله، طب اعملوا العملية دي بنطلع وبعدين نشتبك ونعمل، لا احنا عاوزين نقطع دبر العملية دي خالص. فجيت قلت إن هنعمل كمين لهذه الطيارات. توصل طليبة وسلامة إلى نتيجة مهمة جدا. رادارات العدو تعاني من نفس مشاكل الرادارات المصرية، فهي لا تكشف الطائرات على الارتفاع المنخفض جدا. لذلك تم وضع أولى أسس الاشتباك الجوي. المفاجأة تكون في الارتفاع المنخفض جدا، وعلى هذا الأساس تم وضع لبنة الاشتباك، وتم اختيار الطيارين على أساس علمي آخر، وهو أن يكون لهم خبرة في الاشتباك الجوي مع العدو وعلى درجة عالية من الكفاءة والانضباط. فتم اختيار الرائد الطيار علي ماسخ، ومعه الملازم مدحت زكي، والنقيب الطيار أحمد أنور، ومعه الملازم رضا العراقي، والنقيب الطيار عبد الحميد طلعت، وكلهم من الطيارين المعروف عنهم أن قلبهم ميت. تم التدريب على تنفيذ هذا الكمين عدة مرات حتى أتقن الطيارون المطلوب منهم، وتم الربط بينهم وبين الموجه الجوي بعبارة شفرية متفق عليها، وأصبح كل شيء جاهزا للتنفيذ. لم يكن هدف هذا الكمين هدفا عسكريا، إنما هدفا نفسيا، فهناك رسالة يجب توجيهها للطيارين المصريين والإسرائيليين على حد سواء. كان فحوى الرسالة أننا ما زلنا في السماء، وأننا نستطيع أن نقف في وجهكم وأن نقاتل وأن ننتصر. وتلتقط الطائرات الإسرائيلية الطعم، وتنطلق طائرتا ميراج لمطاردة الطائرات الميج 21 المصرية. هم عاملين اختراق من عندنا في منطقة القناة وداخلين على الأرض عندنا. راح مدي أمر إقلاع ل6 طيارات، 4 في تشكيل و2 في تشكيل. 4 تشكيل كان الرائد فوزي سلامة الله يرحمه، والنقيب أحمد أنور، ورضا العراقي، وعبد الحميد طلعت. دول تشكيل مع بعض. طلع طيارتين بنقول عليها دايما فري هانت، قنص حر. كان الرائد علي ماسخ والنقيب مدحت زكي. دول قنص حر يعني طالعين بقى، هم دول اللي هيعملوا شقاوة
لغاية ما نكمل الاشتباك. دخلنا على المنطقة، الأربع طيارات ماشيين على ارتفاع عالي شوية فباينين على الرادار اليهودي. بالنسبة للطيارتين القنص الحر ماشيين على ارتفاع على مستوى سطح الأرض تقريبا، فمش جاي الرادار هناك مش جايبه. ويصرخ الموجه الأرضي بكلمة شفرية يعرفها الطيارون، فهناك 4 طائرات تعزيز قد أقلعت من مطار المليز في طريقها لسماء المعركة. وبمناورة عالية الجهد تنجح طائرات الطعم المصري في المناورة والدخول خلف الطائرات الإسرائيلية التي فوجئت بأنها أصبحت فريسة للطائرات المصرية. برضو كان التوجيه منساش كفاءته زادت من كتر المراقبة والتوجيه والحاجات دي، فبيخطط مظبوط. يا دوبك شدينا لقينا الطيارات قدام، رحنا داخلين عليهم قنص حر بقى، داخلين على الطيارتين ضاربينهم الاثنين مع بعض، انا والرائد عزيز. وتنطلق الصواريخ المصرية تجاه التشكيل الإسرائيلي لتدمره على الفور. موجه أرضي لازم يكون على كفاءة عالية جدا وعنده حساسية عالية جدا، لأن أي كلمة بيقولها بتنتقل ليا أنا فوق وأنا طاير على الموقف اللي موجود. يعني أنا ما بشوفش الموقف لسه وأنا بعيد، بحسه من الموجه، طريقة نبرة كلامه، هل هو منزعج، هل هو مستريح، كل الكلام ده أنا بحسه كويس جدا فوق. وخصوصا ان بنبقى بقالنا سنين بنطير مع بعض وهو اللي بيوجهنا وكده، فبنبقى في ألفة وفي يعني سنس بيننا وبين بعضينا في طريقة الكلام. انا ببقى عارف الموقف اللي انا داخل عليه من صوته من قبل ما يقول لي فيه ايه. فالحقيقة اللي كان الموجه على كفاءة عالية، الله يرحمه الميهي، ده من احسن كان الموجهين اللي كانوا عندنا. هو كان فيه الميهي والطباخ ومتولي ومجموعة فعلا من الموجهين، يعني هم دول اللي شالوا عبء التوجيه والاشتباكات والكلام ده كله طول فترة الاستنزاف واثناء الحرب. ويسمع فوزي سلام الكلمة السحرية، فطائرات التعزيز الإسرائيلية قد وقعت في الفخ كما خطط تماما. ورحنا عاملين صيد هفرول، خدنا اوامر بصيد هفرول تو ذا ليفت، نزلنا لقينا الاربع طيارات قدامنا. انا الفورميتور بتاع فوز سلامه، انا شفت الراجل دخل وظبط نفسه وراح ضارب الصاروخ، طياره انفجرت، وراح نمبر 2 بتاعه راح عامل ماكسيمم تيرن تو ذا رايت ومع هاف رول تو ذا رايت وراجع في اتجاه القناه. هم كانوا جايين في اتجاه القناه داخلين على ناحيتنا في اتجاهنا. لما حصل الكلام ده راح الفورميتور عامل ماكسيمم تيرن سيد هاف رول تو ذا رايت وراح راجع عدى القناه وراجع جاري. ده نمره 2. احمد انور راح داخل على السكشن ليدر بتاعهم برضه وراح ضارب الصاروخ، راح ضارب السكشن ليدر بتاعه. وينطلق تشكيل فوزي سلامة خلف الطائرات الإسرائيلية في وضع قتال ممتاز، وتنطلق 4 صواريخ جو لتسقط طائرتي ميراج على الفور، بينما تهرب الأخريان على ارتفاع منخفض وبسرعة عالية. كان اشتباك نموذجي يدرس، لأنه
لأول مرة يحصل اشتباك جوي ونرجع الفينجر 4 يونت واحدة وداخلين اوفر بيز اوفر رانواي، وورانا السكشن علي ماسح ومدحت كأننا في طلعة تدريب، كنا في تبة ضرب النار وراجعين، ورحنا داخلين فوق الممر وبريك. وعملنا حاجة اسمه باص. الباص ده بيبقى ارتفاع واطي جدا فوق القاعدة، فطبعا كل اللي شافوا المنظر ده كانوا في منتهى السعادة وذهلوا ان الطيارات راجعة زي ما هي. الحقيقة كانت فرحة في القوات المسلحة كلها، لأن كان دي بداية رد الاعتبار بقى للقوات الجوية. ففي كافة المعارك الجوية السابقة كانت الطائرات المصرية تعود فرادى إلى أقرب المطارات أو أقرب طريق أو لا تعود، لكنها عادت كلها هذه المرة في تشكيل واحد تحت قيادة فوزي سلامة، ودارت حول الممر ونفذت الهبوط بمثالية حتى وصلت داخل الدشم. فكان ذلك أمرا لا يوصف من الفخر والسعادة لكل من سمع الاشتباك الجوي وتابعه أمام شاشات الرادار أو داخل الطائرات في دشمها على الأرض. ببساطة لقد تلقى الإسرائيليون الدرس الأول، وكان درسا مثاليا. أيقن المصريون من خبرات القتال أن الإسرائيليين يعرفون كل شيء عن الجيش المصري، فلديهم رادارات ومراكز إنصات تمكنهم من توقع أي تحرك مصري مفاجئ والتعامل معه. لكن المصريين لم يكونوا يعرفوا شيئا عن الجيش المرابط خلف القناة. كان يجب أن نعرف كل ما يمكن أن نعرفه بأي ثمن. نشطت عمليات الاستطلاع الجوي، وتم استخدام كاميرات الاستطلاع البدائية في التصوير، وكثيرا ما كان التسجيل في عقل الطيار فقط لعدم وجود إمكانيات تصوير. في نيسان أبريل من عام 1969 عاد النقيب سمير عزيز في إجازته من مطار الغردقة ممنيا نفسه بالراحة من عناء العمل المتواصل 3 أشهر. كنت نازل أجازة بعد شهر، ونازل أجازة يوم واحد. شم النسيم كان، والعيد بتاعنا قبل شم النسيم بيوم، فنازل العيد وشم النسيم يوم واحد وارجع تاني يوم. وصلت البيت يا دوبك بفتح الباب لقيت جرس التليفون بيضرب. كلمني واحد اسمه رضا اسكندر في مطار غرب القاهرة. قال لي يا فندم الحمد لله على السلامة. قلت له انت عرفت ازاي؟ قال لي بقى احنا سألنا في مطار الغردقة وعرفنا ان حضرتك نزلت اجازة وعاوزين حضرتك النهاردة بالليل في مطار غرب القاهرة. قلت له يا ابني ده انا لسه نازل اجازة، ما يعني اجازتي لسه بكرة. قال لي بس تعالى عشان في حاجة انت بتحبها قوي قوي هتحصل بكرة. في هذا اليوم الموافق لشم النسيم واليوم التالي لأعياد الأقباط، كان سمير عزيز ميخائيل يحتفل بالعيد في سماء العدو، فقد انطلق لحماية تشكيل من طائرات سيخوي 7 لاستطلاع ممر متلة. وكانت الصور في غاية الأهمية لمصر في هذا التوقيت، وحماية طائرات الاستطلاع بكل الطرق الممكنة مهمة سمير عزيز الأولى، والعودة حيا لو أمكن هدفه التالي. 0 فيت لغاية القناة. الطيارات السخوي عشان تصور يطلع صور كويسة، برضو ده تكنولوجيا متأخرة شوية من الروس، لازم تطلع على ارتفاع 5 كيلو. فوصلنا لغاية القناة، الطيارتين السخوي ابتدوا يشدوا يطلعوا لفوق، احنا معاهم. سمير عبد الله كان يمينهم قدام وانا شمالهم ورا، وهم في النص. طبعا للحظة ما احنا علينا على القناة على طول العدو اكتشفنا. مشينا لغاية ممر متلة، وعند ممر متلة عملنا تيرن تو ذا ليفت. هو طبعا السخوي صورت وهي رايحة ولازم تصور وهي راجعة. عملنا تيرن تو ذا ليفت، سمير عبد الله طلع قدام السخوي وانا وراهم. في وسط الدوران الموجه قال لي يا فندم في طيارات وراك ب 40 كيلو. 40 كيلو لسه بعيد. الميراج
بتضرب بصواريخها من 2 ل 3 كيلو، فلسه بعيد يعني. يا دوبك بنعمل ستريت قال لي 8 كيلو. بعد ال 8 كيلو مفيش ثواني قال لي 2 كيلو. قلت دلوقتي احنا بنضرب، رحت عامل ماكسيمم ستيب تيرن تو ذا ليفت. كانوا هم ضربوا علينا صاروخ، انفجر الصاروخ بيني وبين اسماعيل امام الله يرحمه. الصاروخ لما انفجر جت شظيه منه في الرينج بتاع الميج 21، في المحرك فيها رينج اللي هي بتزود سرعته وتقلل. قال لي يا فندم انا جات لي شظيه في الطياره. قلت له حاول تنزل في اي مطار قريب انا هشغلهم. كان موقفه صعبا في مواجهة 4 طائرات معادية، وكانت رغبته في القتال والحياة أكبر بكثير من أن يهرب وأن يترك الاشتباك. وكان نجاحه الأصلي يرجع إلى أنه حمى طائرات الاستطلاع التي عادت إلى غرب القناة في أمان، فقد حقق مهمته والآن عليه أن يحارب من أجل حياته. بس يا رب ايه يعني اسحبهم لغايه القنال واتضرب في القنال بقى، انزل في ارضنا، لان لو ضربت عندهم هتأثر. وكان في طيار زميلنا مقصور في الوقت ده وكان بايخ شويه، فكنت هقعد معاه وهنتضايق يعني، وبعدين بيضربوا الطيارين هناك، فمش عايز اتضرب كمان. انا عملت فيري ستيب تيرن، وانا بص ورايا لقيت طيارتين ميراج طالعين لفوق، وراهم طيارتين بعاد طلعوا لفوق. قلت ايه ريفيرس كده عشان اجي وراهم ما يضربونيش. لقيت الطيارتين التانيين وراهم، شديت برضو، شديت راحوا هم طالعين، هم جايين بسرعه اعلى مني قوي. شديت رحت قالب الناحيه التانيه، طلعوا برضو هم الاثنين فوق. الفوقانيين ابتدوا ينزلوا عليا، انا عايز سرعه، نزلت لتحت شويه، الفوقانيين ابتدوا ينزلوا، رحت قالب في وشهم كده. هم سابوني وراحوا عاملين كده اكن ما لهمش دعوه بيا. كل ده بيظبطوا بعض، مين اللي يحط التاني، يعني يحطني في وضع مريح للتاني. يعني هم عندهم يا ده يضربني يا ده يضربني، مش مهم. المهم انا شديت لفوق، ابتدت سرعتي تقل، فابتديت انزل تاني. كانوا الاثنين اللي ورانيين ابتدوا ينزلوا ورايا، ابتديت يا دوبك اجيب سرعه ستريت، ابتدوا ينزلوا ورايا يقربوا، قالب في وشهم. كانوا اللي تحت ابتدوا يرجعوا تاني كده، بس يعني كذا مناوره من دي، وانزل واطلع وانزل وانزل. المهم ايه، انا عاوز اجيبهم ناحيه القناه عشان لما اتضرب في قناه انزل عندنا. ربنا وفقني قوي ووصلت لغايه القناه. على اول القناه لقيت 4 طيارات ميج جايين تعزيز ليا من نشاص. جاء الدعم لسمير عزيز في معركته من أنشاص، فقد توقع القادة المصريون حدوث معركة وأرسلوا طيارين أكفاء لنجدة سمير عزيز، فجاءه الدعم تحت قيادة سامح مرعي ومعه أحمد نور الدين ومعهم إبراهيم عويس وإبراهيم حماد، وهم من الطيارين المشهود لهم بالكفاءة العالية. داخلين عليا طبعا ايه، ما يعني حماية بقى. دخلت في وسطهم، راحوا ال4 طيارات مع ال4 طيارات بتوعنا مشتبكين. كانوا الاسرائيليين طلعوا 4 تانيين، واحنا كنا طلعنا برضو 4 تانيين، فبقت احنا 8 وهم 8. هم بقى اتلهوا في بعض، 4 في 4 و4 وراهم مع 4، فايه اتلهوا مع بعض. انا كنت جبت سرعه وطلعت عالي قوي. بصيت تحتيه لقيت طياره ميج 21 وراها ميراج، وراها 21 وراها ميراج، دايره سيركت، كل واحد ورا التاني، كل واحد عاوز يضرب التاني. طب انا عايز اضرب بقى، ما خلاص، ما انا وصلت بقى ارضنا وفي تعزيز، مش هتضرب بقى.
فعايز اضرب بقى. لازم الدايره دي تتكسر، لان للاسف كان وقتها عندنا طيارات ما فيهاش مدفع، كان فيها صاروخين 2 ومن غير مدفع. عشان اضرب طياره لازم الطياره اللي قصادي تمشي ستريت، تمشي كده على طول، ولا تعمل لا يمين ولا شمال، وانا ابقى وراها ب2 كيلو لا يمين ولا شمال. طب اجيب الوضع ده الامثل ده منين؟ يا اما يبقى طيار حمار اللي طاير قصادي، يا اما ابقى اضرب طياره مواصلات. طياره فايتر هضربها ازاي كده؟ المهم انا وانا عالي فوق وهم عاملين الدايره دي، قلت ايه، انا لا انزل في وش واحده من الميراج ارعبه فيكسر الدايره. وده فعلا اللي حصل، نزلت في وشه راح عامل ستريت، وبعدين راحت الدايره بقى متفركشه. ابتدى كل واحد يمسك التاني، واحد من الميراج دول يظهر الفيول بتاعه قرب يخلص، راح عامل تيرن تو ذا ليفت وابتدى ياخد اتجاه 90 درجه راجع تاني اسرائيل. قلت هو ده بقى اللي عليه الدور. يعني انا بيعلموني ويدربوني ان انا ازاي اضرب طياره في الجو وازاي انا ما اضربش. هدف واحد بالنسبه لي نقلته عن سمير عزيز، ان ازاي اضرب طياره وما اضربش. زائد ان المعركه اللي فيها خساره انك تنسحب منها احسن من انك تخوض فيها، دي بعض المبادئ. سمير عزيز كان بيقول ان الطياره اللي قبل ما تضرب طياره، لو وقعت في مجال انك تضرب طياره في ال6 كلوك لازم تبص وراك ولو نظره واحده وبعدين كمل. يعني انا في بعض الاشتباكات قبل ما ابص ما اضرب طياره ببص ورايا، وده انقذني حقيقه في مرحلتين من مراحل الاشتباك الجوي. نزلت بسرعه وراه، نشنت عليه، لا في ثواني. كان دايما كنت يعني اقول وانا قبل ما اضرب لازم ابص ورايا، لان بيبقى عاده في طياره ورا بتضربني، خصوصا في الاشتباكات. يعني بص تلاقي الطياره، انت بتشتبك مع طياره تلاقيها مريح، لا ايه اللي خليها يريح مره واحده؟ عشان انت تريح انت كمان، يروح اللي وراك ضربك. فقبل ما ادوس بصيت ورايا، بصيت في البروسكوب ما لقيتش طيارات، منشن عليه ورحت ضارب الصاروخ، نازل الصاروخ لازق في المحرك على طول، تطلع دخانه سود. قلت يا رب الحمد لله، طب اديله واحد تاني بقى استحراس عشان ايه ما يروحش بقى. ضربت الصاروخ التاني، جه قبليه وراح طالع فوق ومعدي من فوقيه ومالوش دعوه بيه. ما اعرفش ليه لغايه دلوقتي، مع ان نفس التنشين ونفس المسافه ونفس السرعه، عدى زي بعض. وبصيت وراها بقى لقيت اللي انا كنت بقول عليهم، اللي هم جايين كانوا متاخرين يظهر عليا شويه. عملت فيري ستيب تيرن تو ذا ليفت، نزلت تحت دايفنج 90 درجه. الميراج ما تقدرش تنزل 90 درجه، كانوا بيقولوا لنا كده ان لو نزل 90 درجه ما تقدرش تعمل ريكفر، لان الميج 21 تعمل ريكفر كده، الميراج تتزحلق. فنزلت 90 درجه لغايه تحت عند الارض وناحيه مطار بلبيس ورحت هناك. نزلت طبعا من غير صواريخ لان ضربت الصاروخين بتوعي. الميكانيكيه شالوني على الاكتاف والحمد لله وقعت الطياره، واخدت مكافاه 500 جنيه، خصموا منها 82 جنيه ضرايب. كنت انا ونبيل عباس، كان في نوفمبر 69. كان عادي ضرب سكرامبل لينا، كنا طوارئ وضرب سكرامبل وطلعنا، توجهنا على سكشن طيارات معاديه، كان اخترق القناه وابتدينا ناخد تعليمات التوجيه. انا شفت الطيارات وابتدينا ناخد وضع او اللي بيسموه الكي بوزيشن علشان هنخش الاشتباك. رمينا طبعا الخزانات الاحتياطيه وابتدينا نجهز عشان هنخش الاشتباك. والحقيقه انا ببقى مطمن جدا زي ما قلت ان نبيل عباس ده الفورميتور بتاعي، ده يعني لما تبقى هو معاك نمره 2 او الاسكورت بتاعك ما تفكرش انك تبص ورا، هو اللي قدام بس. ابتدينا نخش الاشتباك، انا شايف الطيارات قدامي وابتدينا نخش عليها. انا كل تركيزي قدام، ورغم ان احنا عارفين ان قبل الفيز الاخراني قبل ما احط ايدي على التريجر ابص ورايا بص. اللي حصل اني وانا في الكي بوزيشن مع الطياره اللي قدامي فوجئت بان في بافز قدامي على طول،
بافز دي اللي هي الطلقات البيضاء بتاعت المدافع. فرد فعل طبيعي، رحت باصص ورا اشوف يعني البافز جه منين. فوجئت بان في ورايا طياره معاديه ميراج، والطيار فيها مسافته لا تزيد عن 100-150 متر ماكسيمم، وشفت الكراش هيلمت بتاعه شايفه بشكله وهو كده. بس ده ما خضنيش لان انا ما شفتش بطنيه طيارته، وكما معلوم يعني الطيارين المقاتلات والخبراء ان انا طول ما انا مش شايف بطنيه طيارته انا مش مش في وضع خطر. هو مجرد ان هو يجي واشوف بطنيه طيارته بس يبقى كل طلقاته اللي هي قدام انا بطلع لمها. وهو في الوضع ده كده طلقاته اللي بتتضرب انا بطلع يا بتيجي ورايا يا اللي هو زياده بتيجي اوفر شوت عني. اللي حصل هو كانت طلقاته اوفر شوت، فانا فوجئت طبعا لان هو في طياره خلفي وبيضرب عليا النار. حقيقه بتصرف يعني هو ان كون المسافه ضيقه جدا وقريبه جدا ده سهل لي ان انا اقدر اخدعه او اعمل معاه اي مناوره انطره قدامي، وفعلا عملت معاه الهاي جي رول. الهاي جي رول ده عباره عن انك انت بتشد على الماكسيمم طياره بالسبيد اللي عليها، بتشد على الماكسيمم باك مع رادر توب رادر، فالطياره بتطلع كده وبتبتدي بتلف. كل ده مع الجيل عاليه جدا، بتطلع الطياره ممكن من سرعه 900,000 انت بتناور بيها، بتخرج منها سرعتك 100 زيرو حسب الشده اللي انت شددها. وده اللي كان فعلا ان انا خرجت من المناوره دهيت سرعتي تكاد تقترب من الزيرو، فبالتالي هو على المسافه الصغيره دي ما يلحقش يتصرف، يعني ما عندوش فرصه ان هو يعمل ترن هنا ولا ترن هنا. هو فوجئ ان اللي قدامه ده كسكس لورا فجاه وهو داخل بسرعته، فغصب عنه لازم يتنطر قدام. هي الحركه بتكمل، الهاي جي رول دي بتكمل كده وبتخلص في الطب بترجع بتيجي كده. انا هنا هو بقى هو اللي قدامي وانا بقيت وراه هنا هو، بروح عادل نفسي وفتح الثروتل تاني وداخل معاه، خلاص بقيت انا اللي خلفه. وده اللي كانت في ايده وراحت منه. الطيار دوت اعتقد كان اسمه لافون، لان كان الاستطلاع اللاسلكي عندنا انا عرفت بعد كده الاستطلاع اللاسلكي جاب الطياره دي لانه لما انضرب كنا عند ابو صوير، فالفتره دي اللي اتضرب فيها حب يكمل، يعني هم كان في الاتصال بقيادته بتتصل بيه على اساس انه اتضرب ينط، هو ما حبش ينط عندنا عشان ما يتاثرش، فحب يكمل انه هينط بعد القناه. فاللي حصل انه الطياره انفجرت وما لحقش لا يعدي القناه ولا يروح ولا يجي. ورجعت انا طبعا انا ونبيل عباس رجعنا ونزلنا. ودي برضو من الحاجات اللي هي يعني مش كل طياره خلف طيارتك معناها ان تو بي كيلد او شوت داون، لا، طالما انك انت عارف الكي بوزيشن اللي هو هياخده عشان يضربك وما بتديهولوش هيفضل وراك 100 سنه مش هيعرف يعمل حاجه. وتستمر المعارك في القواعد الجوية كافة. تستمر قائمة الشهداء في الاتساع، ففي كل يوم يضاف اسم شهيد إلى سجل الشهداء ويمحى اسمه من لوحة العمليات. كل يوم تقلع الطائرات وتشتبك ويتساقط الإسرائيليون أيضا بكثرة، لكن التوقف عن القتال كان مستحيلا. ووصلت الرسالة إلى إسرائيل عدة مرات وبعدة طرق، فالطيار المصري ما زال حيا.